بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يفوز على سيراميكا في مباراة بطلها محمود البنا ومحمود عاشور، ورقم واحد محمود عاشور لأن في ضربتين جزاء في كرة واحدة. الكرة الأولانية في إيد كوكا، هيقول لك أصل جت في صدره وجت في إيده. طب التانية بتاعت ياسين مرعي جت فين؟ جت من رجل الراجل على طول على ايد الراجل، من رجل الراجل في رجل الراجل بتاع الاهلي ثم في ايد ياسين مرعي. هي الكرة دي مش اتحسبت في ماتش الاتحاد؟ حتى بتاع الاتحاد كريم الديب كانت ايديه ثابته. لا، كان محمود احمد عبد الغني ولا اسمه محمد عبد الغني، كانت ايديه ثابته وجات له هنا واتحسبت عشان للنادي الاهلي. هنا النهارده الكرة بتيجي وتضرب في ايده والحكم طبعا اللي يشيلها رقم واحد هو محمود عاشور، لان هو اللي قاعد على الفار. ما تنسوش ان محمود عاشور ده بتاع السنه اللي فاتت في ماتش الاهلي والزمالك، فاكرين برضه في السوبر المصري الكره بتاعت سيف الجزيري اللي هو حسبها اوفسايد، وكانت رجل ياسر ابراهيم سابقه، رجله جزمته كانت سابقه، اللي هي وش رجله كان سابق، والجزيري كان واتحسبت اوفسايد. ما احنا قلنا لو في عداله اي حد ياخد البطوله دي، انما هي معموله ومرسومه كلها عشان النادي الاهلي. والناس بتزعل لما نقول الكلام ده، مع العلم النهارده النادي الاهلي لغايه الجون بتاع سيراميكا هو الافضل، هو الاحسن، هو الضاغط، هو اللي مضيع، هو اللي انتشاره. اول كره سيراميكا بتروح للشناوي بيجيبوها جون، واخد بالك؟ وبعد كده جريدشار جاب الجون الثاني، يعني اول جون تريزيجيه والثاني جريدشار، واخد بالك؟ والمباراه ماشيه كويسه. طب فيها ايه؟ عايزين مره نشوف الاهلي والزمالك بيخسروا يا جدعان. هي العداله دي ما عدتش عليكم خالص. يعني انت النهارده النادي الاهلي عامل ماتش كويس لغايه الجون، بعد ما دخل في الجون هربت منه شويه المباراه، اتجرأت فرقه سيراميكا. بعد كده اول ما الشوط الاولاني خلص ونزل الشوط الثاني الاهلي جاب جون. هو حرام ان يتحسب على النادي الاهلي ضربه جزاء؟ ما انتوا بتحسبوها يا جدعان، ما انتوا بتحسبوها للاهلي. طب انا هقول لكم على حاجه تانية. ماتش وادي دجله والحرس، نفس الجون اللي جابه جريديشار في ماتش بتروجيت، الكرة دي فاولين في لعبه واحده، الاولانيه على ياسر ابراهيم الدفعه، والثانيه على بير رمضان اللي هو نط خد الراجل معاه ومفروض ان هي تتحسب فاول. نفس الكرة دي في ماتش وادي دجله والحرس، نفس الكرة عملها الفيرود بتاع وادي دجله، دخل الجون اتحسبت فاول. قولوا لنا بقى التحكيم هنا مين اللي صادق ومين اللي مش صادق؟ مين اللي هو بيطبق اللوائح ومين اللي ما بيطبقش اللوائح؟ عايزين نعرف يا جدعان. ما انت تتفاجئ ان هي في مباراه الاهلي تتحسب، في مباراه وادي دجله والحرس ويضيع منه 2 بونت. طب قدر الفرقه دي هتهبط، ال2 بونت دولت هتهبطهم، يرضي ربنا؟ ما انت هنا وانا شايف ان هو الراجل بتاع وادي دجله اللي هو مش عارف اسمه ايه، سيد منير ولا اسمه ايه، صح، هو صح، لان في احتكاك، ومش الاحتكاك بتاع بير رمضان مع الراجل بتاع بتروجيت، ولا الدفعه الاولانيه بتاعت ياسر. واحنا بنقول ان احنا مش عايزين نتكلم على الحكام، بس انتوا اللي بتخلونا بنتكلم فن اهو، ما بنتكلمش ولا بنتكلم فني. كور دي بتتحسب لنادي معين وكور تانية ما بتتحسبش، ويطبقوا القانون بحذافيره. هو اخر دقيقه دي حرام ان انت تدي لسيراميكا ضربه جزاء؟ مش ده حقها؟ فينك بقى يا عم علي يا ماهر؟ انت في ماتشات الزمالك وماتشات بيراميدز بتطلع تولع الدنيا، وانا تعالى بقى اقول ايه؟ ان لعيبه النهارده عملت كل حاجه في الكوره، وتنسى خالص ان انت اتظلمت في ضربه جزاء، ضربتين جزاء في لعبه واحده، كوكا وياسين مرعي، ومحدش يقول لي اصل جت في صدره وجت في ايده، والتاني اصل جت في مش عارف ايه وجت في ايه. طب اشمعنى بتاعت الاتحاد بتاعت محمد عبد الغني الراجل ايده كانت في جسمه واتحسبت؟ وبعد كده في ماتش بتروجيت فاول اتطبق في مباراه الاهلي جون، وفي ماتش وادي دجله والحرس تتطبق ان هي فاول. وانا شايف ان هو القانون بتاع وادي دجله هو اللي صح، يعني المفروض بقى بتاع بتروجيت تبقى فاول،
مع ان بين رمضان كان راكب على الراجل خالص، انما ده كان احتكاك عادي والراجل حطها في نفسه، ورغم كده اتحسب عليه وقال لك اصل هو ايه، احتك بيه. فانا ما اعرفش بصراحه ما تدوها للنادي الاهلي ونخلص يعني بصراحه، يعني عشان ولا تروح ولا سفر ولا بتاع ولا تتعب الناس ولا جماهير الزمالك تروح ولا الفرق تروح وتغلب نفسها والكلام ده. ادوها للفرقه وخلاص اللي هي بتتعمل عشانه، يعني السنه اللي فاتت والسنه دي. ده بصراحه الكوره مش كده، الكوره بصراحه الكوره يعني خسران وكسبان، خسران وكسبان. فانتوا ليه عايزين نادي واحد بس هو اللي يكسب، نادي واحد هو اللي يكسب؟ انا مش عارف يعني، انتوا بتضيعوا متعه الكوره وحلاوه الكوره وجمال الكوره، بتضيعوها عشان يا عم يخسر، ايه المشكله؟ هتقول لي اصل البطوله والاعلانات ولازم النادي الاهلي يبقى موجود في النهائي خلاص ريحوا دماغكم واعملوا السوبر دوت للنادي الاهلي وخلاص وادوا له البطوله، بدل ما يبقى في سفر وفي هرك البيراميدز والسيراميكا وفرقه الظلم وفرقه الدبح وكل ده ليه؟ انا بصراحه انا يعني انتوا ضيعتوا حلاوه الماتش بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن من احسن ماتشات للنادي الاهلي الماتش ده، بس انتوا ضيعتوه بالتحكيم اللي هو حصل ضربه الجزاء دي. لو للنادي الاهلي كانت هتحسب وش حتى لو جت في مش في بطنه، ده لو جت في رجله هيقول لك ضربة جزاء، يعني لو جت في رجله وجت في ايده هيقول لك لا ضربة جزاء. فبصراحة الموضوع بقى بوخ قوي وكلح قوي ومفقوس قوي والشكل بقى وحش قوي. يلا مبروك بقى وخلاص.